السلام عليكم. الا كنتو كتعانيو من نزلات ديال البرد والكحه بزاف والصدر ديالكم عامر اولا كانت عندكم الكحه الجافه، فهاد الوصفه هي اللي غادي تحتاجوا ان شاء الله. على هاد الوصفه غادي تلقاو راحتكم وغادي ترحموا ليا الوالدين. فاول حاجه تشوفوا كنحتاجوا البصله حمراء واللفت. فهنايا اللفت غير صغيره كيف كتشوفوا، وحتى البصله راهي صغيره بزاف، كناخذ تقريبا نص ديالها. والبصله راكم عارفين الفوائد ديالها، العلاج ديال السعال، يعني كتعالج بزاف الكحه وكتعالج السعال وكتعالج الناس اللي عندهم مشكل ديال البلغم اللي كيكون عامر الصدر ديالهم. وحتى العصير ديال البصله راه معروف كيعالج نزلات ديال البرد لانه غني بالبوليفينول. والناس ديال بكري فهو اللي كانوا كيديروا البصله بزاف، يعني كيديروا المشروب ديالها وكذلك كيديروا العصير ديالها. فهنا كيف كتشوفوا كناخذ البصله وكنحكا في الحكاكه رقيقه. فانا ما توفرتش عندي الحكاكه رقيقه، في العادي كنديرها في الطراب كنطحنها مزيان حتى كتولي بحال الماء. فالتصوير درت لكم هاد الحكاكه اللي كانت عندي غير متوسطه. وكناخذ اللفت، فاللفت راه كيحسن عمليه التنفس، خصوصا اللي ضاربهم البرد، يعني ما تخافوش منه لانه غني باللوتين وكيفتح الشعب الهوائيه وكيعالج الكحه والسعال الشديد. يعني الناس اللي كتكون عندهم الكحه بزاف، حيث هو كيتوفر على البوتاسيوم. وحتى الناس اللي عندهم داك بذور ديال اللفت، داك الحبيبات الصغيورين ديال اللفت، فراه زوينين. الا بغيتو من بعد ان شاء الله نعطيكم وصفات. فكناخذ اللفت والبصله، يعني كيف كتشوفوا غير مرتو صغير ديال اللفت ومرتو صغير ديال البصله، يعني تقريبا نص نص. وكنحكهم مزيان كيف قلت لكم. الا كانت الحكاكه رقيقه غادي يكون افضل. ومن بعد ما حكيتهم فكنديرهم في واحد زليفه ولا واحد طبسيل، المهم اللي توفر عندكم يكون شويه غارق. ومن بعد كناخذ واحد المعلقه ديال العسل. فانا هنا غادي ندير العسل الحر. الا ما كانش عندكم العسل سواء الحر ولا العادي فتقدروا ديروا غير معلقه ديال السكر كلاصي ولا معلقه ديال السنيده، تكون شويه عامره، لان داك السكر هو اللي كيخليه يطلق داك الماء. وحتى العسل راه معروف يعني مضاد للجراثيم، يعني كيعالج حتى هو السعال. ومن الاحسن انكم ما ديروش بالنسبه الا كان عندكم الاطفال رضع اللي قل من عام، يعني العسل ما ديروش عند الناس اللي رضع، وحتى الناس اللي عندكم مشكل ديال الجهاز الهضمي والقلب، يعني اللي عندهم هذه المشاكل فمن الاحسن انهم يديروا غير السكر، سكر ثقيل او لا سكر كلاصي يديروه، يعني ما يستعملوش العسل. فهنا بعد ما درنا هاد العسل وخلطناهم غادي نغطيو ونخليو تقريبا مده ديال 15 دقيقه حتى نص ساعه، خليوه حتى كيطلق مزيان. الا كنتو غتستعملوا سكر كلاصي ديروا واحد 2 معالق صغار، يعني اولا معلقه كبيره. صافي هنا غادي نخليه تقريبا ربع ساعه حتى كيطلق. فهنا بعد ما طلق خليته تقريبا مده ديال 20 دقيقه ماشي ربع ساعه. من بعد كيبدا يطلق بحال هكا داك الماء. كيف قلت لكم الا طحنتوه الا حكيتوه في الحكاكه رقيقه فكيكون حسن، فما كانش عندي داك الشيء علاش. وصافي كناخذوا هذا العصير ديالو. فصراحه راه زوين بزاف، كتاخذوه معلقه مع الصباح، يعني الا كان من الاحسن انه يكون على الريق، ومعلقه كبيره قبل ما تنعسوا لوليداتكم وحتى لكم. يعني هذه الوصفه هذه راها زوينه حتى الوليدات صغيورين والكبار، يعني الوليدات الا كانت عندهم مشكل ديال الكحه واخا كيكونوا رضع راها مزيانه ليهم 100%. فهي اللي تندير انا لوليداتي، وحتى انا كنستعملها الا كانت عندي الكحه بزاف، ولا كان الكحه الجافه، يعني ديك الناشفه اللي ما تبغيش تخرج وكتضرك في الصدر ديالك، فراها زوينه بزاف. وراه كاينين وصفات اخرين حتى الا كانت عندكم ديك الكحه العامره حتى هي. فكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والى اللقاء.